بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تم ولله الحمد الإجماع على تعيين الشيخ مصلح العنزي أبو سعد رئيسا لمجلس شورى لواء الزبير بن العوام في الخارج، ليكون ممثلنا الوحيد لدعم هذا اللواء المجاهد في الخارج، بناء على اجماع كل من مجلس شورى اللواء الزبير بن العوام، كبار ووجهاء بلدة المجاودة، المجلس المحلي لبلدة المجاودة، أعضاء جمعية أم القرى الخيرية، راجين من الله عز وجل التوفيق للشيخ مصلح العنزي لما فيه الخير للمسلمين عامة، وأن يأخذ بيده إلى عمل الخير الذي يقربه إلى الله تعالى، ليكون عونا لإخوانه في بلاد الشام، والله ولي التوفيق. مرات الله وإعلاء لكلمة التوحيد في بلاد الشام، وأسأل الله جل في علاه أن يعجل بنصرنا على هذا الطاغية، وأن يثبت أقدامنا، وأن يسدد رمينا، وأن يوحد صفوفنا، إنه هو القادر على ذلك. إخواني في الله، أنا لا أملك إلا أن أقول الله سبحانه وتعالى يجزيكم الخير ويجعل أعمالكم في موازين حسناتكم ويثيبكم على هذا الجمل، ولكن أوصيكم بحاجة واحدة: أن تتقوا الله في أعمالكم، وأن تخلصوا أعمالكم لله، وأن تجعلوا كل حركة تقومون بها ابتغاء مرضات الله، ولا تفكروا في الأعمال الدنيوية. والله ما خرجنا من بيوتنا ولا أتيناكم إلى هذا الموقع إلا لغاية واحد: نحبكم في الله، وأن نعلي كلمة الله، وأن نجاهد في سبيل الله. فأنا أوصيكم أن يكون هذا جمعكم مستمر، لا يدخل الشيطان فينا لأمور دنيوية أو راتب أو فلوس أو أي شيء، أن نكون دائما متوحدين صفوفنا لهذه الكلمة، هذه الكلمة اللي هي غالية على قلوبنا: لا إله إلا الله. ولا يخذلنا النفوس التعبانة المريضة الذي تبتغي منصب أو تبتغي شيء دنيوي، لنثبت، وسوف يكون الله معنا إذا علم صدق نيتنا أن نجاهد في سبيل الله. والله الذي لا إله لن نتساهل معكم إلا أن يأخذنا الله، يأخذ أمانته عنده، وسوف نستمر في بذل هذا الجهد مع إخواننا شعب البحرين الوفي وأهل مكة بإذن الله، اللي نستطيعه بإذن الله سوف نمدكم فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب إخواننا هناك على ما قدموه لكم هذا الدعم، ونخبرهم بأننا الحمد لله قد أوصلنا هذه الأموال لمستحقيها المجاهدين، وتم بحمد الله شراء الأشياء الخاصة بهذا الأمر، ونسأل الله أن ينفع بها إخواننا، وأن تكون سبب للنصر عاجل غير آجل. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وليتفضل قائد الكتيبة أبو عبد الله بكلمة غير البيان. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواننا في دولة البحرين الشقيقة وفي كل مكان على دعمهم لنا، وإن شاء الله باقون على هذا الطريق، إن شاء الله على طريق الجهاد بإذن الله تعالى. نشكر أخونا أبو سعد على هذا الجهد الذي بذله ووصل إلينا، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا. تكبير! الله أكبر! الله أكبر!